ولات يعني يعقدوك ويقول لك انت راك تشيت. لا ابدا، الجزائري عمره ما كان شيات. اليوم الجزائري حتى وان كان في وقت من الاوقات كلمه تحيه يعني في ظل السياق اللي كانت فيه بالامس ماهوش نفس السياق. اليوم كلمه تحيه راهي للرد على اعداء الجزائر، ماهيش في نفس السياق اللي كانت فيه في وقت من الاوقات. اليوم الجزائري لما يطلع يتكلم في الجزائر كلام جميل فهو يشهد شهاده حق. نقولوا لماذا؟ اليوم انا مثلا سيبوني في البارح شفت الديربي العاصمي اللي كان بين مولوديه الجزائر، كان فيه نظن اكثر من 65 ألف مشجع اللي كانوا في الستاد. عم بالك في ما كاش مكان، كل شيء تقدر تسيطر عليه الدولة. إذا كانت هناك دولة قمعية تستطيع أن تسيطر على المنابر التلفزيونية، تسيطر على حتى على لي ريزو، معناته اللي ما تقدرش تتكلم. لكن المكان الوحيد اللي عمرك ما تقدر تسيطر عليه هو الملعب. الملعب تاع كل الملاعب الجزائر اللي يقول لك ممنوع التجمهر، التجمهر مسموح في الجزائر. دليل الديربي اللي كان البارح كان مجموعه من الجماهير اللي ما تقدرش تسيطر عليها، وما سمعنا ولا كلمه يعني تندد بما يحدث في الجزائر. في الملعب وهران كان هناك تجمع وسمعنا كلمه ميزيريه وتحيه الجزائر. لذلك الناس اللي راهي تحاول تكذب على الجزائر باللي هناك شعب ما هي الا مهاترات، وحنا رانا في هذو لي ريزو رانا نطلعوا ونقولوا انتم تكذبون. الشيء اللي رانا نديروا فيه نحن نكذب الادعاءات اللي راهي صاريه على الجزائر. اليوم هناك دوله مستهدفه في الجزائر، قضيه ماشي قضيه تبون ولا قضيه سلطه، هناك دوله مستهدفه، هناك دوله يراد لها ان تنهار في الجزائر. والجزائر هذه عمرها ما تنهار. مقبل الاخ سمير اعطانا قائمه من لي زاكي اللي دارتهم الجزائر كدوله منذ الاستقلال. نظن انه اليوم الجامعات اللي تكلم عليهم كل الطرق اللي تكلموا عليهم، نظن انه اليوم الدوله الجزائريه راهي تجني ثمار الاستثمار في الموارد البشريه تاع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري شعب مؤهل علميا. الدليل على ذلك شفت عده لايفات وش الطريقه تاع كيفاش يتحاور الجزائري، كيفاش يتناقش الجزائري. نظن انه الدوله الجزائريه نجحت، واليوم راهي تجني ثمار الاستثمار اللي استثمرتوا فيه من خلال التعليم المجاني وغير ذلك. نقول انا ما شاء الله عليك يا جزائر، وما شاء الله عليك سي بونيف، وما شاء الله على كل الجمهور اللي راهو هنا، وبارك الله فيكم وشكرا على هذه المساحه. السلام عليكم. خويا محمد شكرا جزيلا. قبل ما نروح عند سي لطفي، فقط حبيت ننبه الى نقطه، ومادام خويا امين راه هنايا، على اعتبار انا وامين انا صحفيين، رانا اعلاميين. في النقطه اللي قلتها انت، مساله انه ما كانش اللي يضغط علينا احنا كجزائريين ويقول لك قل او لا تقل. احنا ما كانش، هذه ماهيش موجوده عندنا في الجزائر اطلاقا. انا كصحفي لم اتلقى في يوم من الايام اي امر من اي جهه رسميه تعقل او لا تقل. بالعكس، يعني احيانا انا لانه ذوك الناس لا تقرا، يعني اغلب الناس ما تقراش الجرائد. انا مره كتبت مقال ما عندهاش بزاف في بدايه السنه الدراسيه في سبتمبر، كتبت مقال قلت لماذا فشل بالعابد ونجح بالداري. بالعابد اللي هو وزير التربيه، وبالداري اللي هو وزير التعليم العالي في الرقمنه. ودرت مقال على الرقمنه وواقع الرقمنه في التربيه وفي التعليم العالي، ودرت مقارنه فيها نقد لاذع لوزاره التربيه ولوزير التربيه. عادي تكلمت مع المكلف بالاعلام، او اتصل بي المكلف بالاعلام في وزاره التربيه، قال لي مصطفى والله من فضلك راك مدعو عندنا في الوزاره ارواح وشوف الرقمنه في الوزاره، ما هي الانجازات اللي قمنا بها، انجازات الرقمنه في وزارتنا. بالعكس قال لي وزاره التربيه هي الوزاره السباقه للرقمنه، ووزاره التعليم العالي اعتمدت في قاعده البيانات تاعها، اعتمدت على قاعده البيانات تاعنا. عادي، يعني كلام عادي، دردشه عاديه. التقيت بالوزير بعدها مباشره، فتوقعت انني نلقى الوزير غاضب، ومقال خاصه انه مقال انتشر ومشى مليح، يعني درته في الجريده ومشى في الموقع الالكتروني، وتمت يعني تداوله على نطاقات واسعه. بدات عفوا نسينا نرجعوا التعليقات، سمحوا لي نرجعوا التعليقات ونكملوها. فالتقيت بالوزير، بالعكس الوزير لقيته
لقيته يعني سعيد جدا سعيد فرحان لانه